هذه الخريطة المستفزة يضم فيها هذا الفريق خريطة المغرب مع الصحراء الغربية المحتلة في إشارة واضحة لنوايا سياسية لا تعكس مبادئ وتوجهات الجزائر لنصرة قضايا التحرر. هي مسرحية يريدون بها نشر البلبل وتغيير مسار عرس كروي بدأناه نحن بالورود، لكنهم جاءوا للعب السياسي القذر. نكتفي بهذا القدر لنرد عليك أيها المفتقر للمعرفة، للسلاسة اللغوية، وأيضا للحقائق. اسمع، تحدثت عن الورود، وهذه الورود فيها أو في باطنها الشوك. تحدثت عن مبادئ وضعت على صفيح ساخن أو ملتهب، وهي مبادئ يمتلكها نظام مفلس. وإن كانت المبادئ لا تتجزأ، ولكن المبادئ التي فيها الكثير من القيم يكون فيها قيم التضامن، قيم المحبة، قيم الإخاء، قيم العرفان، قيم رد الجميل. وهذا الفريق يأتيك من وطن له تاريخ عريق معك كشعب جزائري ناضل من أجل التحرر. يأتيك بخريطة وطنه كاملة غير منقوصة، والتي لا تسكن مبادئه وقناعاته فقط، وإنما تسكن قلبه وعقله، ودفع من أجلها دماء روت تلك الأراضي الطاهرة في صحرائنا المغربية، في أقاليمنا الجنوبية التي يشهد بها القاصي والداني. وإن كان هناك منطق يحترم في التاريخ، لوجدت حدود المملكة المغربية تصل إلى نهر السنغال، ولن تزعنا منك مدنا جزائرية تتغنى بها اليوم وتستثمر ثرواتها الطبيعية وتفقر أهلها حتى في الداخل الجزائري. لا نريد أن نعود إلى الماضي التليد، لأننا نؤمن بأننا اليوم أمام واقع نحترم المواثيق الدولية التي وقعنا عليها وترسيم حدودنا الجوية والبحرية والبرية. نحن لسنا بنظام مارق، نحن إمبراطورية، نحن مملكة لها تراث عريق. واليوم حين يأتي سفير الكرة الوطنية نادي نهضة بركان، جاء ليشارك بذلك العنفوان كبطل للمسابقة في أكثر من مناسبة. جاء يا صديقي يحمل خريطة وطنه على قميصه الذي وافق عليها الاتحاد الأفريقي المؤطر والمنظم، والذي له كلمة تعلو على كلام نظامك وعلى تصرفاته المارقة وعلى ديواناتك وعلى جماركك في المطار وعلى شرطتك التي أرادت أن تنال من هذا الفريق الذي جاء ليمارس ممارسة كروية حقيقية بعيدا عن ألعاب سياسية. السياسة حضرت من نظامكم القدر حين ذهبت وفتشت أقمصة لدى الفريق واحتجزتها، وهي أقمصة تصلح للتدريب يا صديقي. لن نضعها في برواز ونتغنى بما نملك، لأننا نشعر بالفخر والكبرياء والاعتزاز في كل الميادين والحقول، رياضية كانت أم سياسية أم ثقافية. وفي نفس الوقت هذا الخرق القانوني الذي تتحدث عنه وافق عليه الاتحاد الأفريقي، الذي بالمناسبة كان يجتمع هنا في المملكة المغربية في الرباط عبر لجنته التنفيذية. لا يختار مثلا قبلة الجزائر لعقد المؤتمرات ولا أي شيء من ذلك. وحضر معهم أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحضر ماذا؟ ليحضر اجتماع لهذا الاتحاد يدعم فيه ملف المغرب. في ماذا؟ ليس في مباراة ضمن دوري رمضاني، وليس لبطولة ودية لم يتابعها حتى الجمهور المحلي، وإنما لبطولة كأس العالم 2030. مع من؟ مع الكبار، مع إسبانيا والبرتغال. هذه اللجنة التنفيذية التي أكدت دعم الأفارقة لهذا العرس الكروي العالمي الذي سيستضيفه المغرب ويشارك به القارة الأفريقية، يأتي في وقت تحتضن فيه المملكة ماذا؟ كأس الأمم الأفريقية داخل القاعة، ويصل منتخبها إلى المباراة النهائية، ويرحب الجميع بهذا التنظيم المبهر والجميل، وأبرزهم رئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي. بمعنى آخر أن هذا الوطن الذي يتقن الرياضة ويمتع ويبدع في الرياضة ويتألق فيها كرويا فنيا وتنظيميا، لن يأتي لك لممارسة مسرحيات مبتذلة. جاء ليمارس في دور نصف نهائي لمسابقة قارية بقميص أشر عليه الاتحاد الأفريقي. فالمسرحيات من يحبكها هو النظام المستسلم الفاشل، هذا النظام الذي وجد نفسه في مأزق، هذا النظام الذي فقد كل شيء، هذا النظام الذي قال عنه الكبار العظام بأنه نظام لا وزن له. والدليل تذكر معي، اقتحم ميدان السياسة، دعك من الرياضة، اذهب في البريكس، قالوا لقد قابلنا انضمام الدول التي لها وزن. حتى من لم يقدم طلب الترشح لهذه المنظمة تم استدعائه، منهم الإمارات التي تهاجمونها اليوم. يعرفون وزنكم جيدا ويضعونكم في الخانة التي تستحقون. للأسف ليس لأن الشعب الجزائري هكذا، ليس لأن تلك الجغرافيا الجميلة في هذا المكان من شمال القارة الأفريقية تستحق ذلك، ليس لأنكم تفتقدون للخلق والإبداع وللثروات البشرية والطبيعية، ولكن لأن لديكم نظام حبيس عقلية الحرب الباردة. وهذا النظام يريد أن يلهيكم بأي شيء، وإن كانت لديكم انتخابات رئاسية مرتقبة يمارس عليكم الإلهاء. فأي فرصة تأتي
عبر قضية فلسطينية، عبر كرة القدم، وقلتها مرارا وتكرارا، لم يبقى لديه أي شيء من المؤامرات والدسائس سوى اللعب على وتر كرة القدم. وحين ينتهي من ذلك سيطلق العنان لمجموعة من أدواته الإعلامية لكي يهاجم هذا أو يهاجم ذاك، يختلق تارة المشاكل مع المملكة المغربية، وتارة أخرى يدخل على خط عدو مفترض كدولة الإمارات العربية الشقيقة أو حتى النيجر أو حتى مالي. واليوم أصبح الجميع ينفر منكم. وصدقوني بأن حتى الاتحاد القاري أو الفيفا أو حتى اتحاد أوقيانوسيا أو نيكاراغوا لن يجرؤ بعد اليوم على أن يمنحكم دوري رمضاني، على أن يمنحكم مباراة في كرة المضرب. انتهى الكلام. للأسف وضعكم نظام العسكر في خانة المنبوذين بما تقومون به من تصرفات. على العموم قلنا لجنة الأندية مجتمعة لحد الساعة لا أعلم ما اتخذت من قرارات. لا يضيرنا ضياع لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن لا يضيع وطن قيمته المعنوية تتجاوز كل الإنجازات الرياضية والكروية المجتمعة. هذا الموقف الثابت التي كان عليه نادي نهضة بركان من اللاعبين والإدارة والمسيرين والجهاز الفني ترفع له القبعات. امتحان صعب، تنغيص عليكم، نعم، سماعكم لعبارات بذيئة من أناس لا يملكون الأخلاق، ولكن في نهاية المطاف ماذا نلتم؟ نلتم تضامن واسع وشاسع. الأندية الوطنية كلها مجتمعة كانت على قلب رجل واحد. الجماهير المغربية منذ الأمس تقدم لكم التحية. الخريطة المغربية سكنت مواقع التواصل الاجتماعي، والكل يتغنى بهذا الوطن عبر بوابة ماذا؟ عبر بوابة نادي وقف صامدا في مطار هواري بومدين لكي لا يتخلى عن مبادئه التي تحدثت عنها قبل قليل. وفي تلك المبادئ وحدة وطنية مقدسة، أي أيد آثمة تمتد إليها تقطع. أتمنى أن تستوعبوا ذلك. القوانين التي تتحدث عنها افرضها على نفسك. إن كنت ترضى بأن تكون لديك جزائر تقسم منها مناطق شرقية أو شمالية أو غربية فذلك شأن. أما نحن لدينا خريطة واضحة المعالم، نرسمها على قميص فريق كروي، نضعها على متن مركبة فضائية، نضعها على حافلة للمواصلات، نضعها في قلوبنا، نضعها على جباهنا، نضعها في عقولنا. هذا شأن يعنينا. أما أنتم لديكم حدود عليكم أن تلتزموا بها. اليوم قمتم بخرق القانون، المسؤولية تقع على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقلتها مرارا وتكرارا بأنكم للأسف كدولة لا توفرون الأجواء لإجراء أي ممارسة مهما كان. حتى في السياسة فشلتم. قمة عربية أسميتموها قمة لم الشمل، فشلتم فيها.